Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. ازيكم حبايب قلبي يا حلوين. النهارده راجعه لكم بالجزء الثاني من الفيديو بتاع مشترياتي في معرض القاهره الدولي، كنت اقول معرض الكتاب بتاع شهر 3 2019. جبت حاجات كتير قوي وقسمت الفيديو على جزئين، هسيب لكم الجزء الاول في الديسكريبشن بوكس. قايله فيه كل التفاصيل، قايله ازاي تروحوا من اي مكان، قايله الدخول بكام، قايله جوه في ايه، توصلي لكل حاجه ازاي، وقايله اسعار حاجات كتير، وقايله الحاجات جوه عامله ازاي وكده. في حاجه بس انا ما قلتهاش في الجزء الاول حابه اقولها، حابه اقول امثله من الحاجات اللي انا لقيتها. في يا جماعه هناك اكل، بارتيشن بتاع اكل، في دايس، في كوتونيل، في تيفال زهران، في نوفال، في حد في مصنع 6 اكتوبر فتح هناك، في حد تاني بتاع جرانيت اسمه طاهر حاجه كده، بتاع جرانيت وسيراميك والكلام الحلل والكلام ده كله، مش عارفه اسمه طاهر او ايه كده. في هناك ناس بتبيع مخدات، في عرض مخدات الاربع مخدات ب50 جنيه. في مراتب، فور بيد مفتوح هناك. في نساجون شرقيون فاتح في قاعة 5. في ناس بتاع اكل قلتلكوا، في كورونا عامل بارتيشن، في بيسكو مصر عامل بارتيشن هناك، في حاجات كتير اوي واخده بارتيشن هناك. في فود كورت هناك للي عايز ياكل، في زي سيد حنفي وفي بيت الشام والكلام ده كله. اختصارا الفيديو دي امثله من الحاجات اللي هناك حبيت اقولها لكم علشان تبقوا عارفين انتوا رايحين تعملوا ايه. في سراير، في عفش، في مخدات، في مفارش، في ناس سوريين، في اكل، في كل حاجه هناك هتلاقوها. المعرض مش حلو قوي زي كل سنه بس العروض كويسه، هو مش كبير قوي زي كل سنه، مش هقول مش حلو بس العروض كويسه. روحوا ومش تخسروا حاجه. يلا نكمل الجزء التاني. اولا دي بقت حاجات الاكل اللي كنت جايبينها. اول حاجه دي شركه الحاجات اللي جبناها من شركه السلام. اللي عارف شركه السلام عارف ان هي بتاعت جلاش وسمبوسه، العجينه يعني بتاعت الجلاش والسمبوسه والكنافه والحاجات المعجنات عامه. وبيبيع حلاوه، كل الانواع بتاعت الحلاوه، لقيت عنده حلاوه كتير جدا. تعالوا اوريكم احنا اشترينا منه ايه. اولا ده طبق بتاع اهو اسمه باتيه برافو. ده عجينة الباتيه. انا مش عارفة الصراحة فيه كام واحدة ومش مكتوب عليه. بتحطي فيه جبنة، ممكن تحطي فيه جبنة وتدهنيه فوق الوش بيض وزيت مثلا وتدخليه الفرن، او شوكولاتة، او او مربى، او اي حاجة انت عايزاها، وتعمليه شكل الباتيه زي ما انت عايزة اي شكل كمان، وتدخليه الفرن بيبقى طعمه حلو جدا. ده الطبق ب10 جنيه، ده اول حاجة. في عرض جلاش ال5 ب20، ده عرض كويس جدا كمان. الجلاش بتاعهم حلو، احنا مجربينه قبل كده، مش هطلع لكم بقى كل ال5. دي سمبوسة اهي، تقريبا ب10 جنيه، مش فاكرة الصراحة، بس انا بحاول افتكر لكم على قد ما اقدر، بس اسعارهم كويسة. جبنا 2 منها بس. ده كل اللي جبته من السلام. بعد كده هوريكم اخر المشتريات من دايس يا جماعه. زي ما قلت في الجزء الاولاني انا قعدت فيه كتير جدا جدا، قعدت فيه من الساعه. بصوا هي دي مشترياتي انا، بس هي حلوه جدا الصراحه وعجباني قوي، فانا هخليها في اخر الفيديو خالص علشان تشوفوها. ممكن اوريكم دلوقتي الدايس ده كانت حاجات، بقت حاجات اخواتي اهي. دي بوكسرات، بصوا اهي بوكسرات دايس اهو، دايس. وده اللون ده برضو، دي حاجه ساده خالص مفيهاش الشغل بتاع اللي انا وريتها لكم الفيديو الاولاني. وفي الفانيلات دي اللي بتتلبس تحت الهدوم او الاندر شيرت على حسب ما انتوا بتسموها، اهي دايس برضو. دي اللي هي الكتف، واللي هي بتبقى رقبتها مش واسعه قوي. الخامه تحفه يا جماعه، بصوا يعني اكيد الخامه، الصوره بتتكلم عن الخامه، وطبعا مش هتكلم على دايس. وللعلم يعني انتوا لما تروحوا ادخلوا دايس على طول، احسن من كوتونيل بكتير. كوتونيل حاطط حاجات تعتبر مش حلوه زي دايس، وحاجات اكنها مثلا بواقي او حاجه كده، مش حاجاته مش حلوه جدا. دايس عامه بقى احسن كتير قوي من كوتونيل. ودي فانيلا زي اللي وريتها لكم بس سودا، فمش لازم اطلعها. فانيلا كانت بكام يا ربي؟
25 تقريبا. بصوا عامه دايس عامل سيل حلو جدا، وكوتونيل برضو اللي حابب كوتونيل وامبراطور فاتح هناك، عاملين سيلات حلوه جدا، بس احنا جبناها من دايس. اولا بعد كده دي الحاجات اللي كانت من نوفال، زي ما قلت لكم ان نوفال وتيفال زهران فاتحين هناك اهو. معلش لو تصوير واحد شويه بس علشان الحاجات كتير. دي الصراحه ما جبتهاش من نوفال، كانت حاجه جنب نوفال بس انا مش فاكره كانت ايه. دي كوبايات، انا كنت رايحه انا عايزه اشتري الكوبايه دي، انا بحب اشرب في الكوبايه دي جدا جدا جدا. بصوا شكلها، قرب يا عمر كده اوري لهم شكلها، اكيد كتير منكم عارفينها، واكيد هي في بيوت مصريه كتير قوي. خلاص. دي كانت ب50 جنيه ال12 ال6 ولا ايه. كان سعرها حلو لان هي ماركتها فرنسيه او فرنساوي يعني، مش اي ماركه اي كلام يعني. تاني حاجه جبناها من نوفال، ودي كان سعرها حلو جدا الصراحه، مش عايزه اقول السعر علشان انا جايباها هديه، جايباها هي وواحد تاني زيه بالظبط هديه لعيد الام لخالته وتيتا، ف اهو جايبه واحد تاني بالشنطه، بس بقى مش لازم افتحه لان هو زي ده. قربي شويه. بصوا مش هقول سعره معلش عشان هو هديه، لكن ايه، انتوا هتروحوا هناك وتشوفوا السعر قد ايه حلو، وقد ايه كمان الكواليتي حلوه. ايه بصوا عامل ازاي، حلو وتقيل جدا. سؤال، هو هديه ليهم ولا هديه لستك؟ هما ما يعرفوش السعر ليه؟ بقى هو بيتلامد وشكلي هاخد منه التليفون مش هخليه يصور، فممكن تيتا ما تيتا عامله لي سبسكرايب وخالته عامله لي سبسكرايب، فيدخلوا يشوفوا ويقولوا احنا عرفنا بقى انت جبتوا لنا بكام وبتاع، وانا استغلين هم ما راحوش المعرض ما يعرفوش الاسعار. بصوا حتى الايد بتاعته ما شاء الله كويسه، تقيله. جبته لهم الصراحه عشان رمضان قرب، وكمان شجعني ان هو ليه غطا. اكتريه الحاجات الازاز دي ملهاش غطا، الشفاشق الازاز بس للشخاف، دايما بقول عليه شخاف. ماما تقول يا بنتي خشاف، لا يا ماما هو شخاف. احمد حلمي في عسل اسود مأثر عليا جدا. بس معايا اخر حاجه، دي اخر شنطه خالص معانا في الجزئين، واخر شنطه معانا في كل حاجه، ودي كنت مخليها لكم مفاجاه في الاخر. مش عارفه الصراحه تبقى مفاجاه ليكم ولا لا، بس الحاجات حلوه وكانت عجباني، انا بسطاني قوي، فعلى الاقل خليتها في الاخر علشان اكمل فرحتي كده معاكم. بصوا الصراحه في حاجات انا شلتها منها، وهي الهدوم الداخليه اللي ما ينفعش اعرضها، بس الهدوم الداخليه هناك حلوه جدا واسعارها حلوه تقريبا. البنتي والاندر وير في حدود 10 جنيه، عاملين سيل حلو جدا وخامتهم حلوه. انا هعرض لكم اللي هقدر اعرضه. يلا بسم الله مع بعض. مش عارفه ابتدي لكم منين ولا منين، بس الصراحه انا مبسوطه منهم كلهم. طب يلا نبتدي. اول حاجه في دايس بناطيل، مش زي ما احنا فاكرين دايس هدوم داخليه وشرابات والكلام ده بس، لا لقيت فيه بناطيل. ده بنطلون كده بتاع للبيت، هاتي عمر الوسط بتاعه. ده شكل الوسط بتاعه اهو من هنا، ومن قدام فيه رباط، شكله حلو جدا. انا بحب الحاجات الفرفوشه دي واللي مش تقليديه، وما عنديش مشكله ابدا ابقى في مصيف وانزل بيه كده بالطريقه دي، وعليه كاميرات بقى وفرفشه. كان ليه بودي بتاعه، هو مش لازم يتاخدوا مع بعض، بس هو كان ليه بودي بتاعه مرسوم عليه كاميرات، واللون بتاعه زي لون الوسط ده بالظبط، بس انا ما عجبنيش. عشان تفتحي كويس وتسمعي مزيكا عليه. لا ده عسل وايه وبيستظرف. البنطلون كان ب40 تقريبا، ب40 بس في سعره كان حلو قوي. انا بحب الحاجات اللي زي دي في البيت بتبقى حلوه. تاني حاجه جبتها الباديهات دي، انا كنت محتاجه باديهات كات، وده كمان ميزته بقى ايه، اولا خامته تحفه، هاتي عمر الرسمه. اولا خامته تحفه، ثانيا الحمالات دي بتبقى شيك قوي لما بتقعد بيها في البيت، اللي فيها الحته الشفافه دي ما بيبقاش زي العادي. واللون بتاعه انا بحب اللون الابيض جدا، ممكن يتلبس على شورت او بنطلون في البيت او تحت الهدوم، هيبقى حلو جدا، كمان سعره حلو. الخامه بقى يا جماعه تجنن. بصوا عارفين انتوا الخامه الليكرا دي القطن حلوه جدا جدا جدا. ده كان عامل 25 جنيه تقريبا، لا هو 25 جنيه اكيد، انا فاكره انه كان عاجبني، وكمان كنت معايا الفاتوره في الاخر فقريتها. وده جبته لون تاني منه، اللون اللبني ده برضو شكله حلو جدا، بس دي رسمه تانية. الصراحه كان عاجبني الرسمه الاولى الاول، صح انت بتلاحظ. ده التاني منه عشان بس مطولش عليكم، برضو ب25. بصوا دي حاجات ممكن اقدر اعرضها لكم لان هي زي شورت اهي، الشورت اللي كده، وفي ناس بتحب تلبسها على انها بنتي او كده،
او ده شورت كده، ممكن في ناس بتحب تلبسه وتلبس عليه باديات قصيره قوي، بيبقى شكله عسل جدا جدا جدا. جبت منه دول كلهم الالوان دي والبينك كمان اهو، بيبقى شكله حلو جدا على الحاجات القط والبتاع كده. في منه اللي هو النص وفي منه الكامل. ده مش عارفه الواحد ب15 اظن. بعد كده عندي ايه، جبت البادي ده او التيشيرت ده، انا جايباه على اني هلبسه على انه تيشيرت. هو كده شكله اسود كده وبكم، عارفين انتوا الحاجات اللي بتبقى واخده شكل الجسم دي وبتاع. فانا جبت واسع شويه، جبته اكس لارج علشان ميبقاش مكسم على جسمي، في نفس الوقت يبقى مدي الشكل الحلو. انتوا حتى هتلاحظوا ان هو واسع. خلاص يا عمر عامل لي فيها بجد يعني استوديو نادية، مش عارفه ليه. خامته حلوه حلوه حلوه، اكتر حاجه عجبتني فيه بجد خامته، بتاخد وتدي كده. انا بعشق اصلا خامه الليكرا القطن، الليكرا مع القطن بيعملوا لي كده حاجه في دماغي اللي هو ما بقدرش. دلوقتي اخر حاجات معايا في الفيديو دولت احلى حاجتين انا عجبني جدا 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 وكان نفسي فيهم من زمان، وكمان لقيتهم بسعر حلو، الا وهما واحد ده اللي هو الشورت ده. بصوا على السول ازاي حلو جدا. بصوا الصراحه جبت مقاس اكبر لان انا ما كنتش عارفه اقيس هناك، فانا كنت محتاره، فجبت اكس لارج، في اكس سمول، في سمول، في ميديوم، في لارج، في اكس لارج. انا جبت الاكس لارج علشان ما كنتش عارفه اقيس هناك. شكله حلو جدا، الورود اللي فيه رقيقه، اللون الجراي ده حلو، وفي من هنا رباط. سعره كان 35 جنيه، سعره حلو جدا جدا جدا. ده على اي بادي بقى في البيت وكده يبقى شكله حلو قوي، وشكله لذيذ كده غير الترنجات بقى والبناطيل وكده. وده الهوت شورت التاني، ده ينفع بقى كسبورتيف اكتر، تنزلي مثلا تجري بيه في النادي. طبعا للناس اللي هتجري بيه في النادي يعني الحمد لله، يعني مينفعش حتى اخرج بيه بره الاوضه يعني الحمد لله. ده لارج مش اكس لارج زي التاني، بس علشان ده خامته اللي هي لكرة شويه كده، بصوا بتمط. جبت اللون ده كان عاجبني، هو اللون مش زي ما طالع في الكاميرا قوي، هو مدي على كحلي اكتر من جراي. كان برضو ب35 جنيه، كان عاجبني جدا. ودي كانت الفاتوره. بصوا الحاجات دي كانت مستورده، الشورتات الهوت شورتات دي كانت مستورده في مكان كده في دايس اسمه التصدير، دي الحاجات المستورده. دي كانت فاتوره من ضمن اهي، كانت عامله 425. دي فاتوره منهم. كان في فاتوره تانية بتاعت التصدير، الحاجات اللي بقول لكم اللي هي مستورده دي بتحاسبوا عليها في جزء تاني، فدي ليها فاتوره لكن مش معايا، ضاعت مني او كان ورق كتير بقى فما علينا. بس دولت الحاجات كلها، والفيديو كده خلص الجزئين. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون الحاجات عجبتكم. سيبولي رأيكم في الكومنتات، بجد هفرح جدا 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 لو حد قال لي رأيه في اي حاجة او اي حد استفسر على اي حاجة. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واهم حاجه كومنتاتكم علشان دي بجد مش لازم تعملي سبسكرايب ولازم تعملي اشتراك، بس اهم حاجه الكومنت بتاعك لانه بيفرق معايا جدا جدا جدا. بس وشكرا جدا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو لحد الاخر، وباي باي.